السلام عليكم حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض القرنبيط، وهقول لكم على طريقته وقرمشته اللي هتفضل معاكي لاخر واحده، وهي مقرمشه وشبه الكنتاكي بالظبط بالطعم والشكل وتحفه. عندي قرنبيطايه كده تشتريها كويس، تكون يعني مكبسه في بعضها كده بالشكل ده، وطبعا بنشيل منها العروق بتاعتها. انا كنت خليت الست تشيل الفرغ بتاعها اللي من بره ده، الفستان بتاعها اللي من بره. عند القرنبيطايه اجيبها كده مكبساها في بعض، شفت كده كلها مكتله في بعض كده، ويعني مليانه مش فاضيه. في ساعات القرنبيط بتجيبيه بيبقى فاضي كده، لا احنا عايزينها تكون حلوه ومليانه كده ومكبسه. عند القرنبيطه بقطعها زهره زهره، ممكن انت لو حابه ان انت تقطعيها الزهره كمان على جزئين بالشكل ده زي ما بوريهولك كده بتقطعيها. ودي طبعا طبعا حسب ما انت ما حباها، يعني حابه الحجم بتاعها يكون كبير، الحجم بتاعها يكون صغير، ده براحتك. حابه تسيبي الزهره بحالها برضك براحتك. عندي انا بشيل العروق زي ما بشيلها كده معاكم بالسكينه كده علشان تبقى طريه معانا. بنقشر منها العروق دي كده بالراحه، بتتشال معانا بكل سهوله يعني. ديت قرنبيطه كده جايباها فلاحي حلوه، اللي فيها ده لون ده فلاحي كده القرنبيط ده وطازه، ما تكونش بايته وانت بتشتري القرنبيط. وطبعا احنا في الموسم بتاعه، فالقرنبيط لسه طري يعني ما نشفش وكده. السكان بتاعته ديت تيجي تشتريها تتكي تلاقيها طريه كده، مش ناشفه ومشدده معاك وجامده، يعني زي ما بيقولوا بتبقى شيخه كده وجامده، لا احنا في الموسم بتاعه. فبنجيبه بروح جايبه مقطعه الزهره اللي انا عايزاها، القطعه ديت كده، وبروح جايه مقشره برضك السكان منها. دي بشيلها برضك منها عشان تبقى طريه. خلص بقى، خلصت معاكم كل الكميه. انا فصلت في الوقت ده وكنت بقطع بقيه الكميه. عملتها بقى الوردات اللي انا عايزاها والحجم اللي انا عايزاه. جبت بقى ميه، حطيتها على النار، وحطيت في قلب الحله كده معلقتين من الملح، واحط نص معلقه من الكمون. كمون حلو علشان الغازات والريحه بتاعته برضك. وممكن تحطي فيها لو شويه سكر بتديها تسكيره حلوه برضك، بس انا ما حطيتش فيها يعني. انا لو انت حابه تحطي فيه. بنزل بقى بالقرنبيط في قلب الميه. بنزل بقى بكل الكميه. انا عندي القرنبيطه دي كانت صغيره، يعني انا جايباها حجم صغير يعني مش كبيره. لو انت حابه ان انت تجيبيها حجم اكبر، براحتك طبعا، بيبقى على حسب افراد اسرتك وكده. انا عملت واتبقى منها كمان جزء، يعني ما عملتهاش كلها. عند القرنبيط اهوت، بعد ما عدى عليه حوالي 10 دقايق. انا ما سبتوش ان هو يستوى السوى ان هو يبقى مهري فيها، لا انا عايزه يبقى فيها القرشه. فاهمين قصدي؟ يعني القرنبيطه تاكليها كده يبقى فيها القرش، وبعدين احنا هنطلعها لسه هتكمل سواها في قلب الزيت. فانت بلاش تهريها وتسويها قوي في قلب الميه السخنه. بفضيها بفضيها في قلب مصفى، يعني بحطها في ميه عشان توقف عمليه التسويه بتاعتها، عشان ما تستويش اكتر من كده. يعني انا عايزاها يكون فيها نسبه جرشه كده بسيطه. عندي بقى المواد اللي انا هنعمل بيها. عندي كوبايه من الدقيق، وعليهم 4 معالق من النشا. ما تخافوش، النشا مش هيبقى كتير فيها ولا هتبقى ناشفه، هي هتبقى مقرمشه معاكي بس طريه من جوه. فاهمين قصدي؟ وهتبقى فيها الخروشه بتاعتها والطعم الحلو. عندي بقى معلقه من الكزبره، الكزبره الناعمه. وعندي نص معلقه من الفلفل الاسمر. وعندي برضو نص معلقه من الكمون. الكمون بلاش ان احنا نكتر فيه. ده الملح الاول، حطيت الملح، انت بتحطي الملح على حسب بقى الكميه اللي انت عاملاها. انا الكميه ديت قضت معايا القرنبيطه الصغيره. لو انت جايبه حجم اكبر انت بتكتري طبعا، بتضاعفي الكميه. انتوا فاهمين قصدي؟ حطيت نص معلقه من الشطه، ده اختياري. واحط برضو نص معلقه كده من الكمون. بلاش نكتر في الكمون عشان ما يغمقش معانا الخلطه بتاعتنا. احنا طبعا ما تخافوش، احنا حاطين كمون في الميه، يعني ما فيهوش ريحه ولا ليه اي حاجه زي ما ناس بتشتكي يعني وتقولوا ريحته بتبقى قلب البيت وكده. وعندي معلقه كده حلوه من الكركم، بيديله للخلطة لون حلو. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. انا ما كنتش لسه حطيت معلقة من البيكنج باودر، بتديها هشاشة كده حلوة للقرنبيطة، وما تخليش ان هي تشرب معانا الزيت.
انا كنت نسيتها هحطها برضك معاكم في الاخر كده، تبصوا تلاقي انا حطيها معاكم، بس انا بقول لكم عليها يعني في الاول. وده بقى فصين 3 توم كده بيديها طعم تحفه. التوم مع التتبيله ديت بيدي طعم حلو للقرنبيط. ودي معلقه كده صغيره من هريسه الشطه، تدي طعم حلو برضك مع التتبيله دي. عندي بقى بيضايه، احنا مش ما استعملناش بيض فيها كتير، بيضايه واحده وبتطلع معاكي مقرمش وجميل وتحفه، بس حجمها يكون كبير. البيضه معايا يكون حجمها كبير. لو البيض عندك حجمه صغير ممكن تحط بيضتين. انا استكفيت ببيضه واحده. هنقلبها، وعندي كوبايه ميه. الميه بتديها طعم حلو برضو، وبتخليها يعني ايه اللي هي تبقى مقرمشه معانا اكتر كمان. لو انت حاطه طبعا حابه تعملي بلبن براحتك برضو، يعني اللبن بيديها قيمه غذائيه اكتر برضو، بس الميه بتدينا كمان قرمشه حلو مع النشا. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها. هي الكوبايه مناسبه، لو لقيتيها ان هي مثلا تقيله وهوريكي تعرفي ازاي، حطي معلقتين ميه، ما تكتريش عشان ما تبقاش الخليط معانا سايل سايل قوي يعني. هقلب كويس بالمضرب بالشكل ده. وبعدين انا هدوق الخلطه دي معايا، عايزه ملح ولا لا. انت برضو تدوقيها كده يعني، تعرفي المعلقه كده وتروحي جايه ضايقاها وتشوفيها محتاجه ملح ولا مش محتاجه ملح، وما كتريش عشان لسه في برضو كفر تاني وخلطه تانية هنعملها بالشكل ده كده. هنقلبها بس كويس عشان لو فيها دقيق ولا فيها حاجه متكتله تفك معاكي. بصي بقى هوريكي ازاي تعرفي ان الخليط كده مظبوط. ظهر المعلقه كده وبنشد خط، الخليط بتاعنا مظبوط، عامل زي الخليط بسمك يعني الكريب، عجينه الكريب كده او البانكيك. انا زودت ملح عشان كانت محتاجه ملح. انت هتدوقيها وتظبطي برضو، محتاجه بهارات محتاجه حاجه بتروحي جاي حاطه لها، بس هي كان بهاراتها مظبوطه. فانا حطيت بس الملح، زودت الملح. عندي بقى نص كوبايه كده من البقدونس من الكزبره على على الشبت، عودين شبت يعني مش مكتره فيها الشبت، يعني نص كوبايه. حلو قوي، ما حطيتش يعني كتير منها، انا كنت عامله بزياده علشان كنت عايزاها بقيتها، فاهمين قصدي. فكتريش يعني برضو كل الخضره فيها كتير، فبرضو دي حاجه ترجع لك، بس هي مش محتاجه يعني، هي كانت حلوه الكميه مناسبه لها. دي معلقه البيكنج باودر اللي انا قلت لك عليها، اللي احنا كنا نسيناها نحطها في الخليط وحطيناها وقلبناها بقى كويس. دول كل البيكنج باودر ده بيدي هشاشه حلوه قوي للقرنبيطه، خلاهاش تبقى هشه كده ومفتحه معانا ومقرمشه، بس مش مقرمشه اللي هي تبقى ناشفه قوي توجع السنان، لا. عندي بقى المواد الجافه اللي ننزل فيها برضو بعد المواد السائله. طبعا عامله زي اكنك زي كنتاكي كده ما بنيجي نعمل الكنتاكي. عندي كوبايه برضو من الدقيق ومعلقتين من النشا، واحط شويه صغيرين من البيكنج باودر، ربع معلقه كده، يعني بتدينا برضو حلوه هشاشه برضو، يعني تخلي مش الكفر بس من جوه بس اللي هي تبقى المواد سائله، لا ومن بره كمان عشان تبقى مفتحه معانا كده، والمسام بتاعتها مفتحه وحلوه، يعني تبقى مفتحه ومقرمشه معانا برضو ومحافظه على الهشاشه بتاعتها. ونحط الملح بتاعنا، نفس التوابل اللي احنا حطيناها في المواد السائله بنحطها في المواد الجافه دي، الكزبره والبابريكا والملح. وممكن تحطي لو انت حابه تحطي بابريكا، بس انا ما حبيتش بابريكا عشان اللون ما يغمقش معانا، عايزه اللون اللي هو الاصفر يبقى لونه اصفر زي اللي بنشتريه كده من المحلات، بتبقى حلوه كده ونبقى عايزين نعرف طريقتها ازاي. تدي البابريكا الكركم بيدينا لون حلو. هنقلب بقى المكونات ديت مع بعض.
عندي القرنبيط بقى كنت صفيته من الميه، يعني حطيته لما طلع من الميه المغليه، ولما استوى تلات ارباع سوا سبت فيها الجرشه يعني عشان يكمل سواه ويبقى ماسك نفسه ما يبقاش مهري. صفيته حطيته في الميه عشان يوقف عمليه التسويه بتاعته. وبعدها رحت جايه مصفياه، وبعد ما برد صفيته في مصفى عشان ينزل بقى كل الميه اللي فيه. وهجيب القرنبيط، يعني بقيت كده اكون محضره شوكه كده، وهحطه في قلب الخليط اللي احنا عملناه، الخليط السائل اللي بالبيض والدقيق والميه. وزي ما قلت لك حابه تحطي لبن براحتك، بس انا قلت لك الميه بتديله هشاشه كمان، انما اللبن بيديله برضو قيمه غذائيه حلوه، فاللي انت حابه تعمليه اعملي بيه، بس جربها بالطريقه دي وهتعجبك. اغطي بقى اللي طلعتها من الخليط السائل، حطيتها بقى في الخليط الجاف ده، الدقيق مع التوابل، وبنفضها كده زي حركه الكنتاكي لما بنيجي نعملها. والمفروض بنروح جايين حاطينها في الزيت على طول. انا عملت واحدتين ورحت جايه حاطاهم في الزيت. الزيت عندي كان سخن، مش السخن اللي هو السخن القوي، لا درجه حرارته كده كانت متوسطه، ما كانش يعني الزيت بيغلي، عشان بقى طبعا هتكمل بقيه تسويتها في قلب الزيت. عمل الاتنين، وهندخل نحطها على الزيت، وهوريك الزيت دلوقتي. والزيت بتاعها ما يكونش قليل ومش كتير قوي، يعني الزيت بتاعها يكون وسط، عشان تاخد راحتها برضك في التحمير معانا. عندي بقى نفض الدقيقه اهو، وبعمل الشكل بتاع الكنتاكي، الشكل المزخرف اللي بيبقى معانا ده. عندي طاسه بقى على النار، زيت زي ما قلت لك اللي هو سخن كده معانا. هنزل بيه بالقرنبيط بتاعي بالشكل ده كده. بعد ما بيكملش يعني كام دقيقه على النار، على الوش ده وعلى الوش ده، وبتقلبي بقى لما بيتحمر معانا. شايفين لونه جميل ازاي، والقرمشه بتاعته حلوه، والطعم بتاعه كان حلو. شايفين الشكل بتاعها واللون والقرمشه بتاعتها، حقيقي حلو وجميله، وصفه حلوه وسهله. انا بوريكم بالمعلقه الشوكه كده، وبخبط لكم عليه اللي هو بيبقى مقرمش وحلو. عندي بقى انا هطلعه على مصفى، مش هطلعه كده على بعد ما اتحمر من الجنبين وكمل بقيت طبعا سواها في النار وفي الزيت. هطلعه على مصفى عشان ما يطرش معايا، يفضل محافظ كده على القرمشه بتاعته. اي مصفى عندك بقى يعني تطلع عليها ان هو يتصفى، والزيت الزياده يعني ايه ينزل. هو مش بيشرب بالطريقه دي، مش بيشرب زيت كتير. معلش ما كنتش عارفه اطلعها كده وانا بصور بايد هطلع برضو كل الكميه واسيبها، وهعمل كميه غيرها واحطها برضو، يعني مش هسيبها اللي هي تتركن. احطها في الماده السائله، وبعدين الماده الجافه، وبعد كده احطها في الخليط التاني. لا، بروح جايه عاملاها على طول. المفروض واحده واحده وتروحي جايه عاملاها على طول. بره بقى الحاجه جنبي كده على البوتاجاز، وبروح جايه عاملاها. بصوا بوريكم القرنبيطه كانت ناشفه، والشكل بتاعها اكنه كنتاكي بالظبط.
القرمشه بتاعتها والطعم بتاعها واللون بتاعها كان تحفه. بوريها لكم وبوريكم الشكل بتاعها. هنكمل برضو بقيه الكميه اللي معايا، وانا كمان ما كملتش بقيه الكميه كلها. بوريكم القرمشه بتاعتها. عايزاكم تجربوا الطريقه ديت والوصفه ديت، هتعجبكم. ولو عجبكم ما تنسونوش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس. وطبعا بشكر الستة سبعة اللي بيكتبوا لي تعليقات حلوة وجميلة، وبشكرهم و... وعايزاكم تدعوا لي دعوة حلوة لو عجبكم الوصفة. انا بوريكم هنا القطعة، وبوريكم كانت لسه سخنة وكمان ما كنتش عارفة امسكها. القرمشة بتاعتها وكانت جميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.